السلام عليكم ومرحبا بكم. معكم يارا. اليوم حبيت ندير معاكم واحد الكيك ساهل، يعني توجدوه ليه القهوة الصباح ولا العشية. راح يكون بالذوق تاع القهوة والشوكولا، كيك خفيف، مقادير قليلة واقتصادية، والبنة كالعادة أروع. نشوفوا المقادير وطريقة التحضير. باش حضرتو في بول حطيت 3 حبات تاع البيض، قرصة ملح، زيت مغرفة صغيرة لافاني، وكاس سكر. نضربهم بالباتور واحد 3 دقايق هكاك، ومن بعد نزيد نص كاس زيت. هنا الزيت حطوه غير بالعقل حتى تكملوه كامل. وهنا برك حاجه ما قلتها لكمش، البيض تاعكم بالكم يكون بارد، لو كان يكون بارد هاد الكيك حيجيكم ثقيل وما يطلعش. شوفوا بقيت نحط الزيت غير بالعقل حتى كملته، ونزيد نص كاس تاع قهوه طايبه وتكون دافيه. نضرب حاجه خفيفه برك، ونزيد باطا ياغورت ناتور. تحبوا هنايا ديروا ياغورت يعني باي ذوق تحبوه نتوما. الكيك حيجيكم شويه حلو، سينو ديروا كيما انا هكا ياغورت ناتور. وزدت 2 مغارف كبار يكونوا معمرين مليح تاع كاكاو. الكاكاو تاعكم غربلوه ودوا منه 2 مغارف كبار. ومن بعد جبت الفارينه، حطيت كاس فارينه مع ساشي خميره كيميائيه الوزن تاعها 10 غرام. نجوزهم هكا على الصفايه ونحرك ونشوف. هنا الفارينه قادره تدي معاكم 2 كيسان غير ربع، قادره تدي كاس ونص، يعني على حساب الفارينه اللي تخدموا بها، الا تشرب ولا ما تشربش. انا حطيت الكاس الاول وجبت الكاس الثاني، وراني نحط غير بالعقل ونشوف. وفي هذا الوقت راني مشعله الفور على 160 درجه، يعني غير بديت نخدم شعلت الفور هكا، سخنوه من قبل. هنا راح نزيد الفارينه غير شويه، واحد المغرفه. ما عندها دات لي كاس وشويه فوق النص، ماشي كاس غير ربع وماشي كاس ونص. لازم هاد الميلونج ما يجيش خفيف بزاف متلوخ وما يجيش ثقيل. هذا هو القوام اللي نحوس عليه. راح نفرغه في مول القطر تاعو من 25 سنتيمتر حتى ل 28 سنتيمتر، يعني هاد الابعاد كامل تقدروا تخدموا فيهم. بس هاد الكيك ما يجيش طالع بزاف، كيك هكا تاع دايما. قد ما ديروه كبير حيجيكم يعني كونتيتي كبيره يكفيكم. انا هاد المول القطر تاعو 25 سنتيمتر، بصح موالفه ندير هاد الغلسات في مول اللي فيه 28 سنتيمتر وتجيني هايله. انا كنت درت له بابي كويسون في الطرف، دهنت شويه تاع زبده مع رشه تاع فارينه ولا تحبوا ديروا كاكا، وندخلوه يطيب من التحته. ومن بعد نعاود نشعلو من الفوق واحد نص دقيقه ونطفي عليه. الوقت حيدي لكم بين 25 دقيقه حتى ل 35 دقيقه، يعني على حساب المول اللي تخدموا فيه، لا ثقيل ولا خفيف، وعلى حساب الفور تاعكم. هنا كي طاب خليته دفى شويه، راح نديمو ليه. شوفوا كيفاش طاب هايل، ما جاش طالع بزاف في الوسط. هو وقتاش يجيكم طالع بزاف كي يكون الخليط ثقيل. وشوفوا السمك، ما هو طالع ما هو حابط. رحت نوجد لاصوص اللي نسحق فيها شوكولا. انا ديت شوكولا سلطانه، شوكولا بالحليب. هذه شوكولا حقيقيه، يعني ماشي فيجيكاو، ماشي تاع كلاصاج. ديت 100 غرام. الا كنتو تحبوا الكلاصاج يكون يعني لاكوش تكون خشينه، ادو حتى 150 غرام. نحطها في كاسرونه، نزيد لها 4 مغارف كبار تاع حليب، ونحطها على نار قليله كامل، ونبقى غير نحرك بسباتول باش ما تتحرقش الشوكولا. هاي ليك هنا غير حسيتها ذابت شويه برك، طفيت على النار وبقيت نحرك. زدت مغرفه كبيره تاع القهوه مع مغرفه صغيره زبده ولا مارغرين. حبيت هاد الكلاصاج ثاني كي يكون بالقوت تاع القهوه. هنا نبقى غير نحرك حتى نحس هاد لاصوص راهي دافيه، ما ديروهاش هكا سخونه، لازم تولي لكم دافيه. كتولي دافيه تتقال شويه. ونفرخها على الكيك. شوفوا هنا كي قلبته لصق لي، بصح نورمال يعني من بعد يتغطى هذا كلش، يعني اي ديفو راح يتغطى. نحط هذيك لاصوص نمشيها. انا نحب هكا نفرخها كامل، لازم قطره ما نخليها في الكاسرونه. نمشي هاد لاصوص وهذيك الشوكولا اللي ساحت نعاود نرفدها ونزيد نحطها باش نغلف بها هذوك الطرف.
هنا كي كملتها جبت بسكوي ماكسون، راح نديكوري به، ميم راح يزيد لي في البنه. يعني كي تكونوا تاكلوا في هذا الكيك تحسوه خفيف للداخل، ومن بعد تجي هذيك لاصوص تاع الشوكولا تبقى غير رقيقه، وهذا البسكوي يجي فيه تقرميشه، ميلونج هايل بزاف. ان شاء الله كامل تجربوه. ميم تقدروا هكا كي تحطوا هاد البسكويت تزيدوا يعني لاصوص تاع الشوكولا الا كنتو تحبوها بزاف، تانيك تقدروا تجيكم هايله. انا هنا غير كملته قطعته وما صبروش عليه في الدار، وكانت بقات لي شويه تاع صوص شوكولا اللي كنت خدمت بها فيديو في الانستغرام، زدتها كامل فوق. وراكم تشوفوا في هذا الكيك كيفاش جا خفيف، فيه بنه هايله، ميم ساهل، ما يشدش كامل الوقت، يعني ليه تخدموه. ان شاء الله تكون عجبتكم الوصفه تاع اليوم، ودوكا ما بقى لي غير نقول لكم تهلاو في روحكم، مع السلامه.